مداخلة من لندن معنا أخونا ياسين. ياسين هل تسمعني؟ ياسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت على الهواء ياسين، تفضل. لا. يقول الدمشقية تقول أن بعض الحمد لله على سلامتك من لندن الآن. من لندن أنت بلندن الآن؟ أي نعم إن شاء الله ربي الآن. تفضل. الحمد لله على سلامتك. تفضل. نعم. الشيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى يقول في ياسين نعم. ياسين تكلم من السماعة نعم. مش من المايك. شو الموضوع أولا؟ شو الموضوع؟ طيب تسمعني. اتكلم أولا من السماعة وليس من المايك أو السبيكر. الشيء الآخر الموضوع الذي تود مداخلتنا فيه ما عنوانه وما هو؟ نعم حول تحريف القرآن. الدمشقية تقول أن بعض الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن وذكر على ذلك بعض الافتراءات، ولكن أرجع عليه دقيقة يا ياسين تقول الشيخ ماذا قال؟ يا ياسين الدمشقية تقول أن نعم ما أسمعك. نعم. تقول أن الشيخ الدمشقية نعم. ماذا قال؟ الآن أسمعك تفضل. أن علماء الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن كذبا وزورا، والآن عندي أدلة على أن ابن تيمية يعترف أن المالك أن مالك نعم أن المالك كان يعتقد بتحريف القرآن. يا ياسين رجاء تكلم من السماعة. يا أخي أنت تسمعني الآن، لماذا تهرب الآن؟ الصوت واضح. أنا ما أهرب، أنا ما سمعت. أنا بعطيك يا ياسين بعطيك المجال والفرصة واسعة أن تتكلم براحتك، لكن إذا كنت تتكلم من هاتف جوال تكلم من مكان مفتوح غير مغلق حتى نسمعك جيدا. طيب الآن تسمعني؟ نعم أسمعك جيد ممتاز. أحسن. الشيخ ابن تيمية نعم يقول في مجموع الفتاوى في الفتوى في صفحة 238 في سورة النمل. أي مجلد؟ المجلد رقم كم؟ أي مجلد؟ أي رقم كم المجلد؟ طيب أعتقد هو مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام. نعم. الشيخ ابن تيمية حقق وخرج أحاديث عامر الجزار وأنوار الباز. ممتاز. كم رقم المجلد بس عشان رقم المجلد حتى نراجع بعدك. أعتقد طيب أعتقد 22. مجلد 22 ممتاز. تفضل. طيب يقول عند قوله تعالى إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ماذا قال؟ فأما كونها آية من القرآن فقالت طائفة كمالك ليست من القرآن إلا في سورة النمل، والتزموا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، والتزموا أن الصحابة أودعوا المصحف ما ليس من كلام الله على سبيل التبرك. ماذا يقول ابن تيمية الشيخ الدمشقية في قول ابن تيمية؟ ممتاز. وعندنا أقوال علماء أهل السنة ماذا قال موقف ابن مسعود من المعوذتين كما ذكر ذلك أغلب علماء أهل السنة والجماعة. أبو بكر عبد الله يفتح موضوع التحريف الآن قال في باب ما غير الحجاج في طيب يا ياسين ممتاز أنا سمعتك، بس نظر لأن أنت في نهاية الحلقة وضيق الوقت نأخذ جزئية واحدة نتكلم فيها الليلة، والليلة القادمة إن شاء الله نتحدث في جزئية أخرى. فأول جزئية أنت تقول أن الشيخ ادعى بهتانا وزورا أن الشيعة حرفوا القرآن أو يعتقدون أن القرآن الذي عندنا محرف. اسمعني. نعم، لكن على الشيخ أن يجيبني أولا عن قول ابن تيمية. سيجيبك بس أنا بس أوثق الأسئلة. سيجيبك يا أخي، سيجيبك إن شاء الله، لكن بس أستوصف منك. أتمنى ولو في مرة يهرب. لا لن يهرب، اطمئن إن شاء الله. ليش أنا المهدي تبعك حتى أهرب؟ ليش أنا المهدي تبعك حتى أهرب وتخبى تحت الأرض؟ أنا مني المهدي تبعك حتى أهرب وتخبى. خلاص هذا المهدي تبعك مش أنا. ياسين أنت سألت تسمع الجواب، بارك الله فيك. أنت لا تستطيع أن تنظر إلى صاحب العصر والزمان. يا خلاص يا ياسين. العصر بريء منه، العصر بيقول مش موجود والزمان بيقول مش موجود. بعدين صاحب الزمان الله، مش صاحب الزمان المخلوق، صاحب الزمان الله
يا مساكين يا مشركين. إذا نشكرك أخي ياسين على مداخلتك وستسمع الجواب إن شاء الله. هو استعجلنا غفر الله له، احنا كنا عندنا المحور الثالث، لكن ناخذ هذه المداخلة وبعدين نتحدث إن شاء الله. معنا مداخلة أخرى من السعودية من أخونا أبو عبد العزيز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أنت على الهواء أخ عبد العزيز. مساء الخير يا شيخ. مساك الله بالخير. حياكم الله. جزاكم الله خير، والله لا يحرمكم أجر ما تقومون به. ولك بمثل ما دعوت. جزاكم الله خير. حياكم الله. آمين. يا أخوان، بالنسبة للحيدري المفروض ما هو برنامج يحط تحت المجهر، المفروض كله يحط تحت المجهر، لأنه يعني كلامه متناقض. مرة حلقة من الحلقات طلب واحد من السعودية أنه يخلي 8 حلقات للبرنامج وحلقة واحدة للأسئلة، فرفض. فالحلقة الثانية اتصل واحد من العراق شيعي وطلب منه نفس الطلب، طلبنا منه هالطلب هذا فرفض وغضب. فأتمنى منكم يا مشايخ أنكم تخلون المجال كله لإخواننا الشيعة، ما يتصل أحد من السنة، لأنهم هم اللي بحاجة هالكلام هذا، لعل الله عز وجل أن ينقذ ما بقي منهم. اللهم امين. جزاك الله خير. جزاك الله خير اخونا ابو عبد العزيز على هذه المداخله، وايضا نحن نضم صوتنا الى صوتك ونهيب بالاخوه المتصلين ان يتركوا المجال ويفسحوا للشيعه حتى يستفيدوا وتكون الفائده اعظم. شيخنا هو طبعا نقلنا الى المحور الثالث، سنرجع الاجابه عنه حتى ننهي محورنا هذا في عجاله. بالنسبة للدكتور أحمد الطيب ذكر أنه يجوز للمسلم أن ينتقل إلى ديانة أخرى وأنه ينكر حد الردة. لو حبينا بس نضع تعليق يسير لأن ضيق الوقت معنا حول هذه الجزئية. طيب، ما هو هذا يقتضي منا الآن أننا نضع الكلام، يعني نسمع المشاهد كلامه. معكم المقطع ممتاز. طيب. نعم ممتاز إن شاء الله تعالى. هناك عندي رد بس سريع بالنسبة شو اسمه لأخونا ياسين من لندن. إيه نعم، ياسين الدراجي. نعم. بالنسبة للبسملة الخلاف فيها قديم، ولم يتهم الشيعة القدامى، لم يتهم الشيعة القدامى أهل السنة بالوقوع في التحريف بسبب هذا الخلاف أبدا، لأنهم متفقون أولا على إثبات البسملة، لكن الخلاف هل هي للتبرك ولا هي جزء. نعم نعم نعم. بل الخلاف بين الشيعة بل بالعكس اتفق الشيعة على أن سورة الضحى وسورة الانشراح والبينة هذه 4 سور لكنها سورتان في الحقيقة ولهما بسملتان فقط، فالاختلاف على البسملة الموجودة عندكم أنتم أيضا. مش بس هيك، الآن افتح القرآن اللي عندك، ما بعرف إذا عندك القرآن موجود ولا القرآن الجديد اللي هربت من سؤالي المرة الماضية. قلت لك هل القرآن الجديد اللي حيطلعه المهدي بيتضمن الثلث اللي عندنا بس ولا معه الثلثين اللي عند المهدي؟ فتلكأت وهربت وزعمت أنه صار عندك انقطاع وكذا، هو فعلا انقطاع، هو انقطاع في المناظرة. وإلا أتحداك أن تجيب الآن، افتح الخط ورد علي. طيب حتى فهمنا بس المشاهد، لحظة بس، حتى القرآن الذي عندك الآن افتحه وانظر إلى سورة الفاتحة وشوف لي البسملة مرقمة ولا غير مرقمة؟ مرقمة. ماذا عن البسملات الأخرى؟ ليست مرقمة. وهذا في المصحف اللي انتهى الآن إذا كان عندك موجود الآن هذا الذي أنا أقوله. نعم نعم. مع أنكم تقولون أنه لا شك أن عندنا أن البسملة سورة واجبة، آية واجبة من عفوا آية واجبة، وهي جزء من كل سورة إلا سورة التوبة. أنتم قلتم ذلك، فإذا قلتم ذلك واختلفتوا على سورة الضحى والانشراح والبينة وسورة الفيل معناتها أيضا وقع التحريف عندكم. ألزمك بما تلزمني به. بل ذكر المجلسي أن هذا الأمر يعني صار فيه خلاف بين الفقهاء وكان المجلسي متسامح به جدا. نعم.
ولم يلزمه بما تلزمنا أنت به اليوم. وبالمناسبة جواب أخير، إذا كان مجرد فقط الخلاف على موضوع البسملة يعد عندك من التحريف، فماذا تقول فيما قاله القمي؟ وأما ما فيه تحريف، وأما موضوع التحريف فهو ثابت في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. في علي يقول أما التحريف هنا التحريف، يقول تحريف. قال وأما ما هو محرف، وأتى بعدة آيات. إذا كان مجرد الخلاف، أنا أقول شوفوا القياس الأولى الآن اللي أنتم بتعرفوه، أنتم تستنكرون ما تدعونه باطلا وتستمرئون ما هو أبطل، لكنكم تتجاهلونه لأنكم استمرأتموه، وهو قول عامة شيعتكم ومنهم المجلسي والقمي والكليني والكشاني اعترف أن هذه عقيدة القمي وتلميذه الكليني أنه وقع التحريف في كتاب الله. وكذلك المجلسي الذي صحح رواية أن القرآن الذي نزل به جبرائيل على النبي صلى الله عليه وسلم 17,000 آية، ثم قال هذه رواية صحيحة وتدل على وقوع النقصان والتغيير في القرآن، ثم ذكر أن السبب في ذلك أنه كان هناك مصالح خاصة بالصحابة اضطرتهم هذه المصالح الدنيوية أن يحذفوا العديد من الآيات. شفت الآن موضوعنا مش عن النسخ، لا 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 لا، موضوعنا عن تعمد تحريف كتاب الله لمصالح خاصة. سبحان الله، قدروا على رب العالمين، اضطروا رب العالمين أن يخلف وعده بحفظ كتابه. كل هذا يدل على الحقد الذي عندكم، كل هذا يدل على الحقد الذي عندكم وعلى تعصبكم وعلى تجاهلكم لما هو أنكر مما تعتبرونه منكرا. وننتظر جوابك على الخلاف بين شيعتكم حول سورة الضحى والانشراح وسورة البينة والفيل. نعم، إذا كنت أنا يمكن غلطان في سورة بدل الفيل يمكن المسد. على كل حال هم مختلفون حول هذه السور. إذا كان خلاف على البسمة لمجرد البسمة لا يعتبر تحريف، لكن عم الآن مختلفين على السور، هل الضحى والانشراح سورتين ولا سورة؟ البينة والزلزلة. البينة والزلزلة أحسن. البينة والزلزلة. إذا عندكم القرآن مش 114 مش 112 سورة، مش 112 سورة، عندكم القرآن 110 سور. أليس هذا تحريف؟ عندنا 114 عندهم 112. عفوا أنا أقول 114 عشان هيك. نعم، إذا القرآن عندكم ناقص سورتين. فإذا ألزمتمونا بهذه سوف نلزمكم بهذه وبأكثر من ذلك، وهو قول علمائكم. روح شوف ماذا يقول نعمة الله الجزائري من أنه أطبق الشيعة على وقوع التحريف في القرآن مادة وكلاما وإعرابا، وأن الأربعة الذين خالفوا 4 بس، أبو علي الطبرسي والمرتضى وذكر 2 آخرين، إنما خالفوا حفاظا على المذهب حتى لا يشنع عليه وحتى لا يقال إذا كان القرآن تعرض للتحريف فكيف نثق بأحكامه. لها السببين اضطروا على التقية، حملها على التقية. أولا على التقية، ثانيا حتى لا يشنع على المذهب. روحوا شوفوا عورتكم يا من تنظرون إلى القذف في أعين الآخرين وتتجاهلون وتعمى عيونكم عن الخشبة التي فيها. هذا كلام جيد جدا ما شاء الله، تبارك الله، فتح الله عليكم وجزاكم الله خيرا. وطبعا نقلنا إلى محورنا الأخير وهو النسخ في القرآن. إذن نعم، أنتم شيخنا بارك الله فيكم ذكرتم بعضا من مصادر الشيعة أنفسهم التي ذكرت أن القرآن أصابه التحريف والعياذ بالله. هل ممكن أن نرجع ذلك حتى نكمل موضوع أحمد؟ طيب نعم. ياخذ بين نعم تفضل، لأنه ضروري جدا. احنا بقي لنا حوالي 12 دقيقة. تفضل. إذا لابد أن نكمل موضوع أحمد. طيب نعم. ثم ننتقل وخليه يحضر حاله الأسبوع القادم. أنا موجود الأسبوع القادم. ماذا سوف تجيب عن الاختلاف في البسملة وفي السور؟ إذا كان هذا تحريف يلزمك التحريف. نعم. ناطرين جوابك على موضوع المهدي اللي حيطلع قرآن جديد، العهد جديد، زي ما عند النصارى عهد جديد واعتبروا التوراة اليهود عهد قديم.
فالمهدي حيكون عنده عهد جديد. السؤال، حضر نفسك للسؤال، هل معه العهد الجديد 3 أثلاث ولا الثلث الموجود بين إيدينا الآن؟ جاوب على هذا الأسبوع.